سريع في ظل الضغط الكبير جدا اللي كان بينفذه بركان. فعلا احمد حمدي خسر الكرة اكتر من مرة، وانا بشوف انه لو عمل اسكان في الاستلام والتسلم هيقدر يفيد الفريق بشكل كبير، ولازم يكمل في ظهر الجزيري لانه بيعمل ده بشكل جيد ويقدر يسجل او حتى يصنع. اما اللي هيلعب وينج ليفت وده مهم جدا، سيبك من سامسون اطلاقا، مش وقته ودي مش مبارياته. انت محتاج حد عنده قدرات فرديه، عنده حلول ويقدر يعمل التغطيه الدفاعيه بشكل جيد. انا بشوف ان نداي لو موجود هيقدر يعمل ده بشكل جيد جدا، لانه بيلعب على عدلته، اوفراته جيده، بيقدر يخش لجوه الملعب ويسيب بالخط الفتوح، بيعمل الثنائيه جيده جدا. وبعض الاحيان لو الكره جايه من ناحيه اليمين بيكمل داخل الصندوق ويلعب الضربات الرأسيه. اما بقى لو شلبي جاهز اتمنى يكون موجود، هو افضل واحد يكون في المكان ده. وفي ظل تواجده الجزير هيقدر شلبي يقطع الخط ويعمل الاوفر المعتاد بتاعه، ولكنه هنا بيحجم فتوح الى حد كبير، لان شلبي دايما بيحب يلعب على الخط اكتر من انه يخش لجوه الملعب. ولكن فتوح ممكن في بعض الاحيان يدخل لجوه الملعب ويسدد على المرمى او حتى يصنع هدف، وده بيشكل خطوره كبيره، واللي يغطي في ظهره دونجا او حتى محمد شحاته. واعتقد يعني ان فتوح يقدر يعمل ده بشكل ممتاز. واعتقد برضو ان شلبي افضل من سامسون وافضل من نضاي. وطبعا وينج رايت احمد مصطفى زيزو، الجندي المعلوم والقائد في الملعب، واللي يقدر يشكل خطوره في اي وقت بسبب الامكانيات الكبيره ما شاء الله. زيزو في اي لحظه هتلاقيه بيصنع هدف او حتى يسجل، والمباريات اللي زي دي هي اللي بتعمل تاريخ لاي لاعب. فاعتقد انه هيقاتل في الملعب ويقدم مستوى كبير باذن الله. اما مهاجم صريح فسيف الدين الجزيري، اللاعب التونسي اللي سجل هدف الذهاب، والمهاجم اللي بيخبط وبيتحرك كتير وبيقدم ادوار هجوميه زي ما قال الكتاب. وانا بقول لو استغل بعض الفرص اللي بيضيعها هيعمل مباراه كبيره جدا وهيسجل تاني ويكون سبب كبير في تتويج الزمالك بالبطوله باذن الله. وانا كاهلاوي بقولها تاني، اتمنى الزمالك يفوز بالبطوله، ما عنديش اي مشكله. انت كده كده مش بتنافسني، بتلعب في بطوله تانية. النهارده 90 دقيقه بتكتب تاريخ جديد للزمالك، بتعوضك عن حاجات كتير جدا حصلت على مدار اخر 4 مواسم. بتسترجع بطولة كبيرة، بتفوز بأول بطولة على مدار الموسم، في لعيبة بتفوز بأول بطولة على مستوى المسيرة بشكل عام، والمدير الفني نفسه دي هتكون أول بطولة ليه. الجمهور كله عاوز يفرح، مستنيين، عاوزين الزمالك يقدم مستوى فني كبير في الملعب ويقدر يفوز باللقب. وبقولها تاني، أتمنى اللي قاله جوميز في المؤتمر الصحفي ما ينعكسش على اللعيبة اللي عنده، ويكون مركز بشكل كبير والتغييرات بتاعته تبقى بحساب، لأن في مباراة الذهاب عمل تغييرة غريبة جدا، طلع دونجا ونزل ناصر منسي. الغرض من التغييره دي انا مش عارف الحقيقه، بس ده اللي حصل. فاتمنى النهارده الزمالك يقدم مستوى كبير. اتمنى تقول لي توقعاتك في الكومنتات تحت، وهل هيقدر يفوز باللقب ولا انت شايف ايه؟ ومين اللاعب اللي يقدر يتالق النهارده ويقدم مستوى كبير في نادي الزمالك او حتى في نادي البركان؟ تعالى بقى ننتقل دلوقتي لبعض الاحصائيات وابرز اللاعبين في الفريقين. مبدئيا كده، الزمالك واجه نادي البركان مرتين في نهائي كاس الاتحاد الافريقي 2019. المباراه الاولى انتهت 1-0 لصالح بركان، وسجل هدف وقتها المهاجم الشهير لاعب العين الاماراتي حاليا، واللي متالق جدا مع العين وهداف الدوري 3 مرات، لابا كوتزو. كان مهاجم فعلا يستاهله الاهلي او الزمالك، لانه نسخه مختلفه وكان مقدم مستوى هايل اثناء النسخه دي، وكان هداف البطوله. اما المباراه الثانيه فهي مباراه العوده اللي انتهت 1-0 في الوقت الاصلي، وسجل هدف وقتها محمود علاء من ضربه جزاء، اللي اتمنى الفتره اللي جايه ياخد مع الزمالك لانه مدافع محترم وافضل من الموجودين من وجهه نظري، وكان حل مناسب جدا للزمالك في مواسم كتير. المهم بعد كده اتجهوا لضربات الجزاء، وسجل الزمالك بطيب ومحمود علاء وعبد الله جمعه واوباما، واخر ضربه سجلها زيزو، وانتهت بفوز الزمالك 5-4 بعد ما ضيع لاعب بركان حمديه الاشر. وفاز الزمالك وقتها باللقب بعد مباراة دراماتيكية كان فيها أحداث كتير جدا، وبعدها بيروح يلعب السوبر الإفريقي وبيواجه الترجي ويعمل مباراة كبيرة جدا، والزمالك فاز بالسوبر الإفريقي وقتها، وكان موسم فعلا جيد جدا. على مستوى القيمة التسويقية فالزمالك قيمته التسويقية 17 مليون و400 ألف يورو، وعنده أغلى لاعب هو زيزو ب5 مليون يورو. ومش أغلى لاعب في الزمالك فقط، ده أغلى لاعب في القارة بأكملها. أما القيمة التسويقية لنادي بركان فهي 11 مليون و900 ألف يورو. معدل أعمار بركان 25 سنة، ومعدل أعمار الزمالك 26. أما اللعيبة اللي لعبت دولي مع الفريقين سواء مع منتخب مصر أو حتى مع المغرب، الزمالك عنده 10 لاعبين لعبوا دوليا، منهم ياسر حمد اللي لعب مع منتخب فلسطين، ومنهم متيابة اللي لعب مع أوغندا، والمسلوسي والجزيري اللي لعبوا مع تونس. أما اللعيبة الأجانب أو المحترفين الزمالك عنده 6 لاعبين، اما نادي بركان عندها 7 لاعبين. طبعا الزمالك عنده ياسر حمد ومتيابه، وعنده سامسون والجزيري والمسلوسي دول 5. اما اللاعب السادس هو سامسون اكنولا.
عاوزين نعرف بقى اللعيبه اللي كانت موجوده في نهائي 2019 ولسه موجوده حتى الان مع الزمالك. اللعيبه اللي كانت موجوده في كاس الاتحاد الافريقي 2019 مع الزمالك وقتها كان زيزو ومحمود الونش ومحمود علاء ويوسف اوباما، ومعظم اللعيبه اللي كانت موجوده وقتها رحلت زي كهربا وطارق حامد وحمدي النجاز وعبد الله جمعه وعبد الغني وعمر صلاح وحميد احداد وبهاء مجدي ومحمد ابراهيم وابراهيم حسن، واعتزل طبعا حازم امام واعتزل ايمن حفني. ودي بعض الاحصائيات اللي كانت مهمه اننا نعرفها قبل المباراه. وهنا وصلنا لتوقع نتيجه المباراه. قول لي المباراه دي هتنتهي كام ومين اللاعب اللي هيتالق النهارده مع الزمالك وهيقدم مباراه كبيره باذن الله يعني. وانا بقول لك مباراه مش هتكون سهله اطلاقا. لازم كل لاعبي نادي الزمالك يركزوا بشكل كبير، لازم يكون عندهم دوافع مختلفه، يركزوا في البطوله ويسيبهم من الدوري تماما. هي مباراتين بطوله هتتكتب لكل لاعب فيهم، بطوله قاريه كبيره هتاهلهم لبطوله قاريه تانية اللي هي السوبر الافريقي. هداف نهضه بركان في الدوري هو المهاجم يوسف الفهلي اللي لعب حتى الان 23 مباراه، سجل 9 اهداف وصنع 4، يعني مساهم ب 13 هدف في 23 مباراه. وفعلا هو لاعب مميز، لاعب عنده امكانيات كبيره، مقدم مستوى هايل اثناء الموسم الحالي، وهيكون خطر كبير على نادي الزمالك وان شاء الله يحجموا خطورته. كمان من ابرز اللاعبين واخطرهم هو اللاعب محمد المرابط، جناح ممتاز، لعب في البطوله حتى الان 9 مباريات وسجل 3 اهداف وصنع هدفين. واحد من اقوى المسددين على المرمى ولاعب حريف وكورته عاليه، ودايما بيشارك بشكل اساسي وعنده تكمله هجوميه فعلا فعاله. كمان عندهم يوسف مهري اللي سجل 5 اهداف وصنع 3 في 25 مباراه. اما عن الكونفدراليه الافريقيه فهداف بركان هو الدبابه السنغالي بول باسين، مهاجم اسد، عنده امكانيات ممتازه وهداف ومشاغب وعنده امكانيات فعلا كبيره، 23 سنه بس بيقدم. È vero.